بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف أحييكم مع فريق العمل الفني والإداري، وأتمنى لكم أن تكونوا دوما في خير وصحة وعافية. هذه هي الحلقة رقم 242 بحمده تعالى في هذه القناة الحرة المباركة. سعيد جدا أن أطل عليكم أسبوعيا. غالبا ما نركز في الآداب وفنونها وأساليبها، ما يتعلق باللغة العربية، وأحيانا ندلف كذلك إلى إصدارات الكتب العربية. كما تابعتم عدد من الكتب التي صدرت لكتاب في الغالب هم إريتريين، وكذلك كتاب القرن الإفريقي. أحيانا كذلك نخرج من النسق المعروف، سواء كانت عن الكتب أو ما يتعلق بالأدب وأشكال وفنونه، ونجري مقابلات تتناول عدة جوانب. ولعلنا على موعد مع الدكتور إدريس محمد عثمان أرتع إن شاء الله في حلقات قادمات لأقدمه لكم شاعرا. يعني دخلنا معه في دهاليز الأكاديميات والبحوث العلمية والمنشورات. طبعا لم نستطع أن نغطيها كلها، ولا يمكن، لأنه رجل ما شاء الله ذو موسوعة وإصدارات ومشاركات ومؤلفات وهكذا. ولكن إن شاء الله سنقدمه شاعرا قريبا إن شاء الله. ووعدتكم في الحلقة الماضية على أن نقدم العقاد، عباس محمود العقاد رحمة الله عليه، الشاعر المفكر السياسي الصحفي كذلك والكاتب. وإن شاء الله نحن على موعد مع تلك الحلقة التي ستكون مميزة إن شاء الله. كذلك لنا وعد مع أن نفتح مع شاعر القرن العشرين طيب السراج رحمة الله عليه، نقدمه لكم نماذج من شعره الرصين القوي. إلحاقا بالحلقة السابقة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، قدمت لكم رائية المونديال التي كتبتها قبل 4 أعوام، وحيث نظمت دولة قطر الشقيقة المونديال. ووعدتكم أن أقرأ عليكم القراءة النقدية في رائية المونديال، ونحن اليوم إن شاء الله سأقدم لكم القراءة التي قدمها الدكتور حامد محمد حالفة، له جزيل الشكر والتقدير. سأقرأ القراءة النقدية كاملة، وإذا ما وجدت يعني فسحة من الزمن ربما أعلق على القراءة، وربما تكون هذه آه، سنة جديدة أو بدعة في أن يقدم آه، أن يقدم أحد الذين قدمت قراءة نقدية عنه فيعلق. لعل مندوحة الإعلام تتيح لنا ذلك وتعطينا الفرصة لنقول. لكن قبل هذا وذاك جزيل الشكر والتقدير للدكتور حالفة، الذي هو كريم معنا كما قلت في أكثر من قصيدة عمل قراءات نقدية. ينبغي أن نعرف الدكتور حالفة، وأنا كنت أبحث عن تعريف مانع شامل وجامع في نفس الوقت، ولكن الحمد لله في القراءة النقدية هو عرف نفسه فقال الدكتور حامد محمد حالفة هو قلم فقيه. هذه العبارة أنا عجبتني جدا، يعني قلم فقيه وأستاذ جامعي يهتم بالسياسة الشرعية. لو كانت سياسات شرعية ممكن، لكن قال إنه يهتم بالسياسة الشرعية. هذا تعريف برضو جديد.
وفي نفس الوقت عميق، يعني السياسة الشرعية والقضايا الفكرية، ويكتب البحوث العلمية المحكمة التي تعالج مشكلات المجتمع من الوجهة الإسلامية. هذا هو التعريف وأطمئن له، لأنه منشور على صفحة وكالة زاجل الإريترية للأنباء. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، نبدأ دوما بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية نبدأ البرنامج ونختتم بها، راجين لكم دوما أن تكونوا في أمان الله وحفظه أيها الأحباب. الدكتور حامد محمد حالفة قال في قراءته النقدية قبل 4 أعوام، وأنا أقرأها نقلا عن الوكالة، وكالة الزاجل، مشكورا له كل المعزة والتقدير. قال: قراءة نقدية في رائية المونديال، نص شعري أم تقرير إعلامي؟ هذا هو عنوان القراءة النقدية. وأسفلها كتب: قصيدة الإعلام الشاعر أحمد شريف، دكتور حامد محمد حالفة. يقول في قراءته: من المثير أن تضع عنوانا يجعل العمل الفني الذي صفق له كثيرون محل دراسة هادئة تفترض أنه ربما ينتمي إلى فئة، أي فئة رصانة التقرير الإعلامي، أكثر من انتمائه إلى جمال الشعر الأنيق، لأن ناظمه إعلامي وهو يستعرض المشاهد الحية لحدث رياضي عالمي. وهذا افتراض لا ينفي صحة الصفة الأخرى من النص الذي كتبه بها صاحبه، لكنه يعطي لهذا القلم حق التذوق النقدي بحاسة قارئ محايد لا يهمه رأي الآخرين فيما يخطه قلمه، كما لا يهمه استرضاء المبدع أو مجاراة انتشائه بنصه الشعري، بقدر ما يمنح الأولوية لقراءته الخاصة وتأثير النص عليه الذي تحرر من إدارة مبدعه ليكون تحت إدارة قارئه. أتحدث عن الإعلام الشاعر أحمد شريف، فقد قدم قصيدة طويلة ربت على 90 بيتا، كلها كانت انفعالا إيجابيا شعريا بالحدث الرياضي العالمي الذي استضافته دولة قطر في دورته رقم 22 خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. الحدث عالمي مألوف، وكونه في دولة قطر العربية المسلمة غير مألوف، وكونه ينجح بتفوق على يد المسلمين العرب غير مألوف. ولهذا كان محل حيرة الأعداء وتشكيكهم، ومحل رضا وانشراح وإعجاب الأصدقاء. ولم تستطع الفيفا غير أن تحرر شهادة نجاح بتفوق لدولة قطر الشقيقة. في البداية هاجت دول غربية في وجه أن تستضيف الدوحة المونديال بحجة سخانة الصيف وقسوة البيئة الصحراوية، وتوجيه تهمة عدم احترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل للدولة المضيفة قطر، والتشكيك في قدرتها لتحمل المسؤولية. إنها مواقف غربية تلقي التهم جزافا، ولهذا استدعت أو استعدت قطر لتكذب الدعاوى الغربية، فهي
أدارت الحدث بكل مهارة، وحافظت على إسلامها وعروبتها وأخلاقها، كما أنها لم تستحي من تقديم الدعوة إلى الإسلام بالطرق السلمية بين الجمهور المتابعة للحدث، مما جعلها تحتل الصدارة في إنجاح المناسبة بشهادة الفيفا نفسها صاحبة السيادة على المنافسة، على الرغم من صغر الدولة جغرافيا، إذ لا تتجاوز ألف 11 ألف عفوا و437 كيلومتر مربع، وسكانها إذ إنها أقل من 3 ملايين نسمة، وأكثر من 80% منهم أجانب. ومع ذلك أثبتت دولة قطر أن تتفوق الغزال في السباق، منافسة للفيل المحتكرين، وأن تدير متفرجين سائحين أكثر من عدد سكانها خلال مدة المونديال. فقد أدارت مباراة كرة القدم العالمية التي شاهدها أكثر من 5 مليار في العالم، وقد وصل عدد المشجعين في المدرجات أكثر من 3 ملايين شخص، وهو عدد ضخم قد يفوق عدد حجاج بيت الله الحرام. ومع ذلك استطاعت دولة قطر احتضانه وكسبه لصالح الدولة الصغيرة شهرة واقتصادا وسياسة وقيما. يقول الدكتور حامد محمد حالف في قراءته النقدية: والأستاذ أحمد شريف خير من يمثل إريتريا بزيه وطلته وشعره في حدث عالمي اقتحمه بقصيدته وخياله، فهو يتحدث عن المناسبة التي رفعت معنويات المسلمين، وقد أتت قصيدته مشحونة بعاطفة إسلامية وفخورة بالدور العربي المسلم في التاريخ الذي كان رائدا لكل الحضارة الغربية، وليس مستغربا أن يقتدي اللاحق بإبداعات السابق، وليس مستغربا أن يدير المسلمون منافسة كرة القدم وهم كانوا يديرون العالم بالجدارة قرونا طويلة، على حسب رأي القصيدة، وهي الحقيقة بعينها. عنوان فرعي: صعوبة النقد. يقول الدكتور حالفة: ليس سهلا أن تخوض دراسة نقدية في نص شعري صاحبه حي متابع حفظه الله. شكرا سيدي. وقد يخص الناقد ببث حي في الوسائط يدافع عن شعره، وهذا حق متاح له، ويتهم ناقدي شعره بالجهالة، كما فعل معي ذلك شاعر إريتري آخر. ومع ذلك فليس محظورا أن تقدم قراءة للنص من وجهة نظرك، ليس بالضرورة أن تكون مداحا يغض الطرف عن نواقص النص، ولا هجاء يغض الطرف عن صور الجمال والإبداع الذي قد يحتويها النص الشعري. سيد الكريم حالفة، دعني أعلق قليلا. أنا الآن لا أدافع ولا أخص حضرتك ببث حي في الوسائط بدافع عن شعري، ولم نعهدك أبدا أنك تنتقص من شاعر أو آخر، ولكنك تعمل أمانتك العلمية في نص نشره الشاعر أو الكاتب أمام الجمهور، ومن حقك تماما أن تقدم رؤيتك. فحاشانا أن ندخل، وحاشاك أن ندخل في ذلك من الصراع. دكتور حالفة، لك كل المعزة والتقدير والاحترام، فأنت أستاذ نحترم فيك كل شيء. واصلوا الحديث أيها المشاهدون الكرام في حلقة من برنامج مع اللغة العربية من قناة سلامة الإعلامية المباركة، في حلقة جديدة، وأقدم القراءة النقدية في رائية المونديال، نص
شعري أم تقرير إعلامي للدكتور حالفة، والنص للشاعر الإعلامي أحمد شريف. يقول الدكتور حالفة: يأتي هذا المقال يترفع بنفسه أن يكون في قائمة المصفقين دون بصيرة، أو قائمة الهجاء دون بصيرة، والمسافة بين الشاعر وكاتب المقال متقاربة إلى حد التطابق، والعلاقة الفكرية عامرة إلى حد التمازج، فلا يهزها ما يذكر من عيوب النص الشعري، ولا يزيدها ما يذكر من محاسنه، وكي الإطراء له إعجابا، على الرغم من أن الخلاف مشروع، وما وما يقتل الإبداع مثل الإعراض عنه أو التصفيق الظالم له. عنوان فرعي: المشهد الخلاب. جاء أحمد شريف يملأ الشاشة الفيديو، ما شاء الله وتبارك الله، بطول قامته وسعة صدره وأناقة ملابسه الأصيلة في لونها الأبيض، وتفاصيل أجزائها التي زينت الواجهة، عندما ألقى بصوت جهير قصيدته الطويلة النفس. القصيدة تستعرض موضوعات محتشدة مزدحمة، تاريخية وتشريعية وعقدية وحضارية، وكأنها جمعت العالم في واحد. يضاف إلى ذلك طريقة الشاعر في إلقاء قصيدته، فهو يجبرك على المتابعة بصوته الجهير، وتكرار المشاهد المعبرة، ووقفاته المتأملة، وإشاراته ذات الدلالات الانفعالية، فهو يقوم بأداء النص بأدوات الإشارة والصوت والخلفية الأنيقة والمظهر المعبر عن الأصالة. إنها وسائله في محاصرة المتلقي، بحيث لا يتيح له مجالا للإعراض. إنه عمل جمع بين مهارات الشعر والإعلام والخطابة. عنوان فرعي: الشعر ديوان العرب. كانت القصيدة العربية القديمة تحتفظ بكل ما كان عليه عصر إنتاجها الجاهلي أو الإسلامي، فقارئها يجد فيها أحداث تأليفها، وعقائد وأخلاق وآثار عصرها، وحربهم وسلمهم وقيمهم النبيل منها والرذيل. وقصيدة شريف الحالية استطاعت أن توثق لحدث رياضي عالمي بكل ما فيه من مهارات فنية واحتشاد عالمي ومناشط وصراع حضارات وأشخاص رياضيين فاعلين. المونديال 2022 الدوحة. فمن قرأ القصيدة يمكنه الوقوف على الزخم الكبير الذي يحيط بالمناسبة، فهي شاهدة ناطقة فصيحة الأمر، الذي يدل على أن الشعر العربي يمكنه المواكبة لما استجد من حضارة معاصرة لها تقاليدها وقيمها وحربها وسلمها وأخلاق وعقائد وأفكار أهلها ومصالح المتصارعين. والشاعر صنف دولة قطر والأندية العربية المغربية والسعودية والقطرية في جبهة مقابل الجبهة الغربية التي رمز لها بجبهة الفرنجة، إشارة إلى الغرب الذي كان يستصغر دولة قطر أن تقدم باقتدار الحدث الحالي، لكنها خيبت فألهم. والشاعر يصل في وصفه للعالم العربي والإسلامي بأن واقعه قاتم، لكن الحدث بعث فيه الأمل العذب والهمة الغالبة، معتبرا أن أمة الإسلام قد تنتصر رغم ما يحيط بها من ضخامة البلاء. ويعتبر الشاعر أحمد شريف أن قدرة الدوحة، أي أن قدرة الدوحة في إدارة الحدث بصورة أنيقة، يعد نقطة مضيئة تفتح الآمال في عالم إسلامي وعربي مشبع بالهزائم. إذ يقول: عاد الزمان الذي طارت بلابله، نأيا بلا وجهة، نصرا بلا وطرا، حنت إلى ربعنا الميمون أفئدة، أهلا تقول قطر، مرحى بمن حضر،
تباعدت بيننا الأفراح، ما فتئت ردحا من الدهر، زاق القلب معتصرا حتى شممنا شموس النصر شامخة من دوحة العرب تبيانا لما اختمر. الإشادة بدولة قطر. النص كما يقول دكتور حالفة عبر بإعجاب واعتزاز عن دولة قطر، غير ناظر إلى مساحتها الجغرافية الصغيرة وعدد سكانها الضئيل، وإنما ركز على دورها المشرف والمشرف لكونها استضافت مناسبة كبيرة دون أن تتخلى عن قيمها النبيلة، وهي مناسبة كانت تحتكرها دول ذات نفوذ من مال وسكان وسلطان وتاريخ رياضي رائد. ودولة قطر أثبتت أن العبرة ليست في كثرة الحصى، وإنما في عبقرية العقل الرصين الذي أدار بإبداع الحدث الكبير. ومدح الشاعر دولة قطر لكونها تحدت الحاسدين، شقت الصحارى حتى تفجرت ينابيع، فاخضرت القرى حتى شاهد السائحون ما أخذ بألبابهم من أناقة المكان والإنسان والزمان والحدث، فخاب سعي العداة الذين كادوا لدولة قطر. يقول الشاعر: وقد تحالف أولو الضر من ملل، ولفقوا تهما كي يمحقوا قطرا. وقيادة دولة قطر وصفها بالعدل والسخاء، باذلا يمناه ما جأر. وكان الدين حاضرا في قطر والعروبة، يفتخران بما تحقق للمناسبة من إدارة حكيمة وفرت الأمن والجمال والتواصل الإيجابي بين الشعوب. وتعتبر القصيدة عن ارتياحها، أي تعبر بخروج الحدث العالمي عن محتكريه الظالمين إلى الدول الإسلامية العربية والكرة. في رأي الشاعر لم تنسل القطريين والمسلمين الاعتزاز بالتوحيد، تعبدت بإله واحد أحد، وحطمت عن رضا الأوثان والحجر. وصف الكرة بين اللاعبين. وصف الشاعر مشاهد الكرة وسيطرة اللاعبين عليها كان جميلا، فهو قد وصف اللاعبين بالقدرة على انتزاع الكرة من بين الخصوم وإدارتها باقتدار، حيث تداولتها أقدامهم باحترافية، فهم بين ممرر ومحكم ومزلزل. كل ذلك بيان لحالة الكرة في الميدان حتى تحقق النصر على الفرنجة، وهو مصطلح يشير إلى المعسكر الغربي الذي يرى أنه أهل للصدارة وحتى في كرة القدم. وتصف القصيدة حركة اللاعبين مع الكرة بأن بها تبادل أدوار وبمهارة جميلة، لكن الصورة تبدو طبيعية تنسيقية، ولم تصل إلى ما يحدثه بيت امرؤ القيس من الدهشة عندما يصل فرسه بحركات متناقضة تحدث في وقت واحد من شدة سرعتها، مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من علي أو من علي. ولو ترك امرؤ القيس كلمة معا لكان الوصف مثل أوصاف الأستاذ أحمد شريف. أمجاد تاريخية، هذا عنوان فرعي. وذكرت القصيدة بأمجاد إسلامية وعربية استحضرتها ذاكرة الشاعر، وعاطفته يتضح ذلك من ذكره مدنا تاريخية خالدة تربعت فيها حضارات عريقة ومنارات علمية وهبت العالم النور، مثل طليطلة قرطبة جيانا، مؤكدا أن ما عليه العالم الغربي من تقدم حضاري ولد من رحم تلك الحضارة الإسلامية. قال الشاعر:
أسد العروبة والإسلام ما عرفت دور الفرنجة حقا غيرهم أمرا، هم الذين أزالوا الجهل عن حتى غدا علمهم في الكون منتشرا. كل العلوم عناوين تقول لنا طليطلة قرطبة جيانا عين ذرى، لولا عقول بني الأعراب ما عرفت الفرنجة لا بطنا ولا ظهرا. البناء الشعري. يقول الدكتور حالفة: القصيدة أتت في سرد جميل ووصف بديع للحدث استدعى التاريخ لتبشيع الحاضر، ولإظهار أن جهود قطر تعد نقطة مضيئة في محيط مظلم تتصل بالتاريخ الناصع. وقد غلب على لغة القصيدة أنها سردية تبدو بوضوح لغة الصحافة والإعلام، وكأنها تقرير مفصل عن تفاصيل الحدث، معبرة عن جزئيات الأحداث بالفعل الماضي. حتى عندما دققت في متابعة تأرجح الكرة بين اللاعبين، محتارة يركلها هذا ويضيف إليها المتابع الآخرون، وهي تنتقل بين أقدام غير راحمة. وقد عبرت القصيدة بالصيغ الخبرية بما يشبه لغة التقارير، مثل المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، يكتبها الشاعر ولا تتحرك من تفاعل متنوع. هذا زماننا، الشوق معتسل، حنت إلى ربعها تباعدت، شق الصحارى في غالب البناء النصي للقصيدة. وفي جانب آخر ركزت القصيدة في فعل الأمر من صيغ الإنشاء، فقد كثر التوجيه العالي من أفعال الأمر الكثيرة، وكأن الشاعر مدير مدرسة يلقي الأوامر الصارمة، مثل قوله: أعزف، شنف، ردد، أنثر، أعد، جدد، أصلح. وهذه لغة أمرية قد ترد في الشعر بصورة عادية، لكن الملاحظة جاءتها من أنها طالت في القصيدة، مما يسوغ افتراض أن القارئ أو السامع قد تمهلها حاسة سمعه التي تطرب للتغيير في البناء الشعري والتنويع للغة القصيدة بإجراء حوارات تفاعلية بين شخوصها. ولم أجد نفسي ترغب في المزيد من السرد من لغة فعل أو أفعل، بل سرني أن القصيدة وقفت في رقمها الحالي. أخطاء نحوية. القصيدة تضم أخطاء نحوية ليست قليلة، وإن كانت تختفي في بحر صوابها، وقد يغتفر بعضها لحاجة الوزن الشعري عليه، وبعضها أخطاء محضة. وأمثلة ذلك أن الكلمة عناوين في القصيدة ومثلها معالم أتت منونة وهي جمع تكسير، يأبى التنوين لكنه ممنوعا من الصرف لصيغة منتهى الجموع، ومثل كلمة أندلسا لعلمية والتأنيث، وكلمة أحدا في قول الشاعر: تعبدت بإله واحد أحدا، جاءت منصوبة وحقها الجر لأنها تابعة لمجرور. وكلمة عقل في قول الشاعر: إن له عقل يضمض ما قد فل وانكسر، فقد جاءت مرفوعة وحقها النصب لأنها اسم إن أو اسم أن مؤخرة. وكلمة شأو جاءت منصوبة وحقها الجر لأنها مضافة إلى قبلها: سيري بنا نحو شأو المجد. ولم أقم بإحصاء شامل للأخطاء النحوية، وأحسب أنه كان بإمكان الشاعر تجاوزها لو نقح القصيدة أو أسلم أمرها لمدقق لغوي قبل النشر، فإن صناعة الشعر كانت تستحق الاعتناء بالتنقيح لمدة عام في القصائد الكبيرة الحوليات الجاهلية. عنوان فرعي آخر: يغيب الحوار الداخلي. يقول الدكتور حالة: فلم ألحظ أن القصيدة على طولها أتاحت حوارات
بين الأحداث والشاعر، مثل الذي كان يفعله شعراء جاهلية أو شعراء مسلمون. فعنترة على سبيل المثال تحاوره فرسه، فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحم، وحركة الخصم بأسنانه تأتي تلقائية استجابة للموت الشاخص الذي يحمله البطل إليه. لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجزه لغير تبسم. وامرؤ القيس يتحاور مع الليل الطويل، وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا ونأى بكلكلي: ألا أيها الطيل الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. ومثل ذلك استنطاق الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي للكائنات التي تحدثه بأشواقها، فهو يعطي ويأخذ معا ويجذب وينجذب، فهي ليست طرفا شاخصا للتصوير، وإنما هي كائنات تتحاور مع الشاعر، وهذا ما يزيد النص بريقا وحيويا. كذلك قالت لي الكائنات، أو قالت للكائنات وحدثني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ولا من يحب صعود الجبال، ومن لا يحب عفوا صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، إلى أن قال: وقالت لي الأرض لما سألت أيا هل تكرهين البشر، أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يتماشى الزمان ويقنع بالعيش. عيش الحجر هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحتضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. وبدا الشاعر متفاعلا مع الكائنات يصغي لحديثها يستعذبه، ولم يجعل من نفسه راويا محايدا. فعجت بقلبي دماء الشباب، وضجت بصدري رياح أخر، وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر. ذلك الشابي رحمة الله عليه، بخلاف كما يرى الدكتور حامد حالفة، يقول بخلاف قصيدة الشاعر الإعلامي أحمد شريف، فهي تقف موقف آلة التصوير المحايد، تصف الأحداث كما تراها دون إحداث تفاعل إلى درجة حشدها وفتح حوار معها، الأمر الذي يجعل من القصيدة صوتا واحدا طربا يتابع بالكاميرا الوقائع ويرسم دون أن يشاركه إكمال اللوحة غيره. وهذا النمط من التعبير من شأنه أن يجعل القصيدة في بناء متين. قال فيه أحد القراء: شعر أحمد شريف بناء صخري، والشعر عواطف واستنطاق وإجراء حوارات تفاعلية بين أحداثه وأشخاصه. ومما يزيد القصائد ألقا اشتمالها على استنطاق الآخرين ورواية حديثهم. إنها كانت فرصة لتتحدث المعالم والقرى والضيوف والمواطن والمقيم والخدمات الموفورة. فلو تفاعلت في القصيدة هذه العناصر لاكتملت الزينة، وتوفر عنصر التشويق والإثارة بصورة أجمل مما هي عليه الآن. السطر الأخير يقول حالفة: لأهمية القصيدة شاهدها حتى الآن آلاف من المتابعين قبل 4 أعوام،
والمعجبين، على الرغم من أنها استغرقت أكثر من 30 دقيقة وتجاوزت 90 بيتا. والشاعر قال في حقها إنها أطول قصائده حتى الآن، وسرني أنه شاعر قضية عادلة، إذ لم ينسه الحدث القصيدة أن يرسل من خلالها رسالة إريتريا إلى القارئ وإلى دولة قطر التي احتضنت المناسبة، في قوله: هذه رائية من أهداكم قبلها، تحية ملؤها قلب المنى أسمر. رائية المونديال، دراسة نقدية، النص قصيدة أنيقة أم تقرير إعلامي؟ قراءة نقدية في رائية المونديال، نص شعري أم تقرير إعلامي؟ آه تقديم الدكتور حامد محمد حالف. أرجو أن يكون قد حالفني الحظ أن أقرأ ما كتبه الدكتور في هذه القراءة النقدية العميقة، وأن لا أكون قد حرفت شيئا مما كتبه، ولكن أن تقرأ نص طويل ونص نقدي ليس أمرا سهلا عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة. فلو أخطأنا في القراءة وأحدثنا شيئا من التصحيف النطقي فليعذرنا الدكتور، آم، والمسألة لم تكن مقصودة. أنا أشكرك، وليس لي، ما عنديش إلا تعليقا واحدا، وهذا التعليق ليس في حضرة الدكتور حامد محمد حالفة. بارك الله فيك يا سيدي الكريم، أنت أستاذ، ونحن نحترم فيك جهودك وعلميتك وفقهك اللغوي، وأنت أستاذ جامعي. فقط أريد أن أعلق على أحد القراء الذي ورد في نقدك أستاذنا حالفة، وهذا النمط من التعبير من شأنه أن يجعل القصيدة في بناء متين. هذا كلام الدكتور قال فيه أحد القراء. أنا أود أن أقف في هذه الزاوية فقط. قال: شعر أحمد شريف بناء صخري. وأقول تعليقا: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون، في الآية الكريمة من القرآن الكريم. وبارك الله فيكما أن قال شعر أحمد شريف بناء صخري. وبارك الله فيك دكتور حالفة على قراءاتك وتكرمك لنا دوما بأن تقدم لنا قراءة نقدية. مشكورا على ذلك. نحن يعني أنت تبذل جهدك وتنفق زمنك وصحتك، وأنت رجل محاضر، فكونك تدينا من زمنك هذا العطر الجميل في القراءات النقدية، أنا لا يسعني إلا أن أشكرك بكل معاني عبارات الشكر والتقدير. وأرجو إن شاء الله آه، تقرأ برضو قراءات نقدية فيما نقدمه بشعر التجريت. وعلى فكرة الدكتور حالفة هو شاعر مجيد بلغة التجريت، رسل لي كذا نص، وأعتقد برضو في اللغة العربية، ولكن أنا استمعت إلى أشعار كثيرة منه. وإن شاء الله نرسل لك نص نصين. وأتمنى إن شاء الله، لأنه العربية والتجريت أبناء عمومة، مرات أحيانا أنا أخرج من العربية إلى اللغة التجرينية، فليس علينا حرج إن دخلنا إلى لغة التجريت. وإن شاء الله أعدكم أيها المشاهدون الكرام أن أقدم جانبا من قصائدي بلغة التجريت، والدكتور حالف إن شاء الله سيحالفنا الحظ معه لقراءات من شعرنا بلغة التجريت. لا أستطيع أن أضرب موعدا متى سأقدم نصوص من لغة التجريت التي كتبتها، خاصة في الإخوانيات. والإخوانيات أعني بها مجموعة من الأصدقاء، أحيانا نلتقي كلما سمح الوقت، فقلت أستفيد من جلستي ما كثيرة هي الجلسات،
فقلت يا أخي لماذا لا أقول شيئا في أصدقائي من الزملاء الذين ألتقيهم يعني. فسميت إخوانيات ابتقريت يعني. وزي ما يقولوا مبلح التيوم، يقول بالتقري يعني أنت تمدح الرجل وتقول فيه أشراف الأمور وأخيارها يعني. فإن شاء الله يعني يوم من الأيام آتي وأقرأ لكم عدد من القصائد من تلك الإخوانيات، وقصيدة قصيدتين إن شاء الله، سبتمبر وحشمة نضال وهكذا. لأنه ربما برضو جانب من اهتمامنا نحن بالاهتمام بلغاتنا، ولكن هذه العربية نحن نسخر لها كل إمكانياتنا لأنها لغة البيان. أيها الأحباب الكرام، لا أود أن أفسد على المشاهد الكريم القراءة النقدية التي قدمها الدكتور حامد محمد حالة مشكورا. فسأختم الحديث بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي الطيب السراج: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. رحم الله أستاذنا الطيب السراج رحمة واسعة، ونفعنا بعلم الدكتور حامد محمد حالفة، بعلمه الأدبي والفقهي والفكري والسياسي والدراسات العلمية. أشكرك أستاذ حالفة مرة أخرى، وأشكر كل المشاهدين الكرام الذين كانوا معنا في رحاب هذه الحلقة. وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة أيها الأحباب الكرام، لكم مني أنا أحمد الشريف، معد ومقدم هذه الحلقة والبرنامج، مع فريق العمل المحترم، لهم مني عاطر التحايا وأجمل الأمنيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.